ممكن نفهم حضرتك هتفتح ملف التجنيس هتعمل فيه ايه؟ يعني هتوقف الرياضيين اللي بيهربوا، ولا هتعالج اساس مشكلاتهم وتحاسب المتسببين في ده واللي منهم حضرتك، ولا هتقيل المسؤولين، ولا هتستقيل، ولا ايه اللي هيحصل يعني؟ حضرتك هتناقش ايه مع المؤسسات الدولية؟ هتقول لهم ايه؟ اننا بنطفش اللعيبة وبندمر مستقبلهم جوه البلد، فلو سمحتوا ساعدونا نقضي على مستقبلهم بره كمان؟ وموضوع الدعم اللي حضرتك ذكرته في وسط تصريحاتك وربطته بموضوع بغداد، هل حضرتك شايف اصلا ان الدعم اللي الدولة وجهته للرياضيين الفترة اللي فاتت دي تم استخدامه بشكل امثل يعني على ايد حضرتك والسادة المسؤولين الباقيين؟ حضرتك شخصيا كرئيس اتحاد فروسية بدل ما تشجع رعاة في الدوري الخاص اللي اتعمل في الفروسية انهم يدعموا الاتحاد والناشئين، عملت العكس وخرجت دعم من خزينة الدولة لصالح الدوري الخاص تحت مسمى انه دعم لكم واحد من الناشئين. ما تمش الاعلان حتى هم تم اختيارهم ازاي ولا على اي اساس ولا اي حاجة، وباقي الناشئين ما يدعموش ليه؟ واساسا المبدأ معكوس. المفروض ان القطاع الخاص والحاجات الخاصة هي اللي تدعم الاتحاد والناشئين ولا العكس. وزي ما وضحنا الفيديو اللي فات، كان ايه الاولى؟ ان حضرتك كنت تستخدم الفلوس لدعم الدوري الخاص، ولا ان حضرتك كنت تستخدم الفلوس بانك تطور البطولات الوطنية وتطبق فيها نفس نظام الدوري الخاص، وبدل ما يستفيد كام واحد بس في الدوري الخاص، لا يستفيد كل المشاركين في بطولة الجمهورية والبطولات الوطنية في الفروسية. وعشان نكون واضحين، احنا مش ضد الدوري الخاص او اي جهود خاصة، بالعكس يعني نتمنى لهم التوفيق، لكن ضد اللي عرضناه ده اللي بيحصل ده من جانب الاتحاد ما ينفعش الحقيقة. فهل حضرتك هتستخدم دعم الدولة لباقي الاتحادات بنفس الطريقة؟ وده الحقيقة جزء من الإخفاقات اللي موجودة في اتحاد الفروسية اللي حضرتك بترقصه يعني، واللي حضرتك بتسمي اللي بيحصل ده خطط قومية ودولية والمصطلحات الكبيرة الرنانة دي اللي حضرتك بتستخدمها في تصريحاتك. ممكن حضرتك يا فندم توضح لنا ايه هي الخطط دي؟ لاننا مش شايفين غير تراجع مؤسف للاتحاد المصري للفروسية والمنتخب في مقابل تطور وازدهار الاتحادات العربية التانية ومنتخباتها زي السعودية والامارات وقطر، سواء من جهة اهتمام بتطوير منتخباتهم لتنظيم بطولات عالمية رفيعة المستوى، للاهتمام بصورة الدولة نفسها من خلال الرياضة، يعني كل حاجة الحقيقة، وبنتمنى لهم التوفيق طبعا. مش شايفين غير تدمير المنتخب الفروسية وفقدان 2 من أعضاء المنتخب من أفضل لاعبي الفروسية في العالم، واللي منهم عبد القادر سعيد المصنف اللي مشي وهو رقم 40 على العالم، وحاليا عامل مركز تاني في دوري أبطال العالم في اللونجين اللي هي من أهم البطولات العالمية في الفروسية. ومن كام أسبوع عمل مزاد خيل عالمي هو استفاد منه، والناس اللي بتشتغل معاه استفادت منه، والبلد اللي بيمثلها دلوقتي استفادت منه، أو سواء بسمعة طيبة احترافية أو ضرايب أو إنه هو عضو في اتحادها عنده الخبرة دي. وحضرتك في المقابل لما كان بيلعب باسم مصر كنت بتمنعه من حضور المباريات بدون أسباب، رغم إنه ما كانش مكلف الدولة حاجة يعني، رغم إنه المفروض مدعوم من الدولة، بس هو ما كانش بياخد من الدولة أي حاجة، وتم اضطهاده لحد ما مشي. مش شايفين غير فشل منتخب الفروسية في التأهل للأولمبياد باريس، واللي حضرتك أجلت التعاقد مع المدرب الفني الأجنبي للفريق لحد ما بقاش فاضل على مباراة التأهل للأولمبياد غير حوالي 3 أو 4 شهور، واللي طبيعي يعني طبيعي فشلنا في التأهل ليه. فين المدرب ده قبلها بسنة ونص من بعد طوكيو عشان يقدر يعد الفريق بشكل مظبوط؟ ومعناه ايه ان العقد معاه كان بينتهي في نفس الشهر اللي اتعملت فيه مباراة التأهيل لأولمبياد باريس؟ ما هو يا اما ان حضرتك عارف مسبقا
ان امكانيات الفريق مش هتأهله حاليا، فجايبين المستشار الفني ده او المدير الفني ده شماعة يتعلق عليها نتيجة فشل تأهل الفريق للأولمبياد، او ان في سوء تخطيط. والنتيجة في الاتنين واحدة، هي ان الفريق ما تأهلش اولا، وثانيا انه تم اساءة التصرف في الدعم اللي مقدماه الدولة لتأهيل الفريق للأولمبياد. يعني لان في ظل ظروف البلد دي اللي بنمر بيها ان يتم الصرف ده وبالدولار، يعني ده طبعا مش في مصلحة البلد خالص، ولا في مصلحة الفريق، ولا في مصلحة اي حد. فللأسف يعني مفيش اي خطط معلنة من جانب حضرتك واضحة ومحققة اهداف او نتائج يا فندم. حتى اقل الخطط كرئيس اتحاد فروسية ما بتعلنش ميزانية السنة في جمعيتك العمومية، ولا بتعلن خطة موسم حتى. يعني الجدول اللي فيه خطة المباريات بمواعيدها بأماكن عقادها بالتفاصيل دي، حضرتك ما بتعلنش جدول خطة الموسم. وممكن يكون بيتعمل بس بيتحط في الدرج، ومش مهم بقى اللعيبة تخطط حياتها وامتحاناتها مع جدول مباريات، أو يتعمل ويتوزع كتيمي كده على النوادي المشاركة. طب لو نادي ادى الكابتن وكابتن تاني لأ، أو كابتن ادى لبعض اللاعبين ونسي يديه للاعبين تانيين، وهنقول نسي مش هنقول حاجة تانية. كده حضرتك بتحافظ على العدالة وتكافؤ الفرص اللي هي أساسيات الدستور المصري والميثاق الأولمبي. لا، احنا بنتكلم في حالة ان في خطة موسم أصلا. يعني حضرتك حتى ما بتعلنش ترتيب دخول المتبرعين للمباراة، بلاش ده. حضرتك حتى ما فيش إعلان لنتائج المباريات اللي هي يعني الناس دلوقتي بتتابعها اونلاين لحظة بلحظة، ولا بيتذاع مباريات. وكل ده معروف ليه، مش حاجة مستخبية الحقيقة. وخلينا نشوف مع حضراتكم رأي المدربين الفنيين السابقين لمنتخبات الفروسية المصرية، كابتن سمير عبد الفتاح في قفز الحواجز، وكابتن عماد زغلول في الدراساج او الترويج. مش هقول من زمان، لا، خلينا ناخد 10-15 سنة الأخيرة. ما هي إنجازات الفروسية المصرية؟ لو فيها إنجازات هتبقى إنجازات على المستوى الفردي ودون أي دعم من اتحاد الفروسية، عشان نكون واضحين. كل الدعم اللي كان بيديه اتحاد الفروسية لقد أي حد بيمثل مصر بره، هات الجواب كده مسموح بيه انه يشتري كذا كذا، بس ادي القصه كلها. اجراء روتيني اصلا. بالظبط كده. وحتى الاجراء الروتيني ده ضنوا بيه على ناس. طبعا. وكان نتيجتها ان سامح الدهان وعبد القادر سعيد راحوا لعبوا باسماء دول تانية. احنا خلينا نتكلم على اخر 15 سنه. ما هي انجازات الفروسيه المصريه؟ تعالي نشوف كده. اولا، خروج مهين من اولمبياد طوكيو، يعني حاجة لم يسبقنا فيها أحد على تاريخ الفروسية في العالم، إن في فريق اتشطب نتيجته لأسباب يعني الواحد يخجل إنه يقولها. زي ما بيقولوا المثل بيدي لا بيد عمرو، يعني إحنا عملنا كده في نفسنا. يعني ليه نعمل كده؟ ليه؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه، ده الدوره الاولمبيه بتاعت طوكيو دي كانت من اضعف الدورات الاولمبيه فنيا. يعني اللي ما كسبش ساعتها ما كانش قدامه ممكن ما قداموش فرصه يكسب بعد كده. يعني عايزين فرص ايه اكتر من كده؟ جات لكم لغايه عندكم، وفي الاخر نطلع بالمنظر المهين والمشين. الواحد هيقول ايه بس؟ اللي حصل في دورة طوكيو بيفكرني بموقف تاني، مش في الفروسية بقى، بس يعني دخلنا فيه موسوعة جينيس على مستوى العالم، سفر الأولمبياد بتاع كرة القدم. مونديال؟ المونديال، سفر المونديال. مفيش دولة في العالم خدت صفر غير مصر والحمد لله. زي الدولة الوحيدة اللي فارقها في الفروسية في الدورات تاريخ الدورات الأولمبية كلها إنه تتلغي نتيجته. نيجي بقى لدورة البحر الأبيض المتوسط. برضو دورة البحر الأبيض المتوسط كان من أضعف البطولات التي أقيمت فنيا.
طبعا معروف ان الدول الاوروبيه كلها ما اشتركتش غير تركيا بس، وكانت المنافسه بين مصر وسوريا، وسوريا مبروك عليها كسبتنا، وللاسف احنا ضيعنا الفرصه من ايدينا. طبعا فشلنا في التاهل للدوره الاولمبيه اللي جايه بتاعت باريس في التصفيات اللي اتعملت في الدوحه. والامارات والسعوديه هم اللي اتاهلوا، وبصراحه يستاهلوا، وناس بتخطط وناس بتبص لقدام وناس عارفه هي بتعمل ايه، مش واخده الحاجه كده زي ما تيجي. فهم يستاهلوا ان هم يتاهلوا وربنا يوفقهم. واخر خبر جميل، يعني ما اعتقدش ان في حد ما اتبسطلوش، ان السعوديه اتوافق ان هي تنظم بطوله العالم للفروسيه السنه الجايه جامبينج ودريساج في السنه الجايه. طبعا ده انجاز، يعني اول مره في الشرق الاوسط، اول مره في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه. عمالين نقول واحنا الاصل واحنا طب وبعدين وعملنا بيه ايه؟ بص عشان يبقى عندك احنا اللي علمناهم فروسيه، بس هم بقوا فين واحنا بقوا فين؟ صح. بقى ما هو بصي ده ينطبق على كل حاجه. هنقول ما احنا برضو كان المدرسين بيطلعوا من عندنا يروحوا يعلموا هناك في المدارس والجامعات، وكان بياخدوا مرتباتهم من مصر في الاول مش من هناك. طب وكانت النتيجه ايه؟ بقت عندهم جامعات احسن من جامعاتنا وامكانيات احسن من امكانياتنا، والدنيا اتغيرت. الامارات بقى لها فتره طويله جدا بتنظم بطولات دوليه، وقطر وقطر وعلى مستوى عالي جدا. طبعا احنا ما عرفناش ننظم اي بطوله دوليه هنا عليها القيمه بعد بطولات الموفنبيك. سوري يعني كلها بطولات، يعني الواحد هيقول ايه بس. يلا اللهم لا اعتراض. احنا النهارده فضلنا باقل من نص قوتنا. لما تشيل النهارده 2 من 3 اقوياء، انت شلت فوق ال 66% من قوه فريق، فبتلعبي ب 34. فحتى لما رحنا التأهيل اللي هو على قد المجموعة السبعة، شفنا ما عرفناش نتأهل. فالنهارده يطلعوا له بقى بقصص ان في فرصة لسه لفريقنا انه يتأهل. دي معناها ان انا عيالي ابني سقط في الابتدائية ولا في الاعدادية، وبقول لا بس يا حاج ما تزعلش، ابنك هيطلع الاول في البكالوريوس او هيطلع الاول وهو بيقدم على شهاده الدكتوراه. طبعا ما ينفعش لان على هذا الليفل، لان دي التاهيل اللي فاضل هو مفتوح لجميع بلاد العالم وجميع فرسان العالم الذي لم يصبهم التاهيل. وحتى لو شلنا البلاد اللي اصابها التاهيل اوريدي، اللي فاضلين في بلاد قويه اقوى مننا واقوى من بتوع فرسان المجموعه السبعه. فالفرصه يعني اذا كانت فرصتنا كانت قليله في الوضع الحالي في الدوحه، انا بعتبر فرصتنا اصبحت شبه معدومه في حتى النهايه. وهي مساله لعب على الوقت، عشان احنا بننسى، عندنا ذاكره السمكه. فربنا يقوينا، وعلى ما يحصل التاهيل اللي جاي في سبتمبر. حضرتك شايف انه الفتره قبل برشلونة دي كافية إذا إحنا من وقت طوكيو لحد دوحة سنة وشوية، وده كان الأداء. فما بال إنه ما فيش يعني كام شهر برضه. السؤال بتاعك يحمل الإجابة، مش ما أقدرش أوضح فيه أكتر من اللي أنت قلتيه. رياضة بقول لك الفارس بيتكون فيها وبيتأسس على سنين، بعد كذا سنه على ما اقدر اطلع بفارس. فانت النهارده بتكلميني في شهور، فالرد على السؤال من موجود فيه. طيب هل حضرتك في رايك ان في اي نقدر نقول اليات استراتيجيات ممكن الاتحاد يتبعها في انه ينقذ هذا الموقف، ولا لا ينقذ هذا الموقف؟ مفيش. احنا عايزين ننقذ الموقف للسنين اللي جايه. لازم السياسه تتغير من اساسها، سياسه رياضه الفروسيه، ومش رياضه الفروسيه بس، سياسه الرياضه بوجه عام في بلدنا جمهوريه مصر العربيه. لما يكون ده راي الفنيين المتخصصين في اداء اتحاد الفروسيه اللي برئاسه حضرتك، باي منطق ان يكون في كلام في التصريحات عن